السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة بتشوفيني، انا شيماء وده البيج بتاعي. اعملي جولة في الصفحة هتعجبك ان شاء الله. يلا نشوف هنعمل النهاردة مع بعض غدا ايه. حطيت حلة على النار سخنت كويس، نزلت فيها بالفرخة بعد طبعا ما كنت نقعها في المحلول الملح وغسلها كويس، ونزلت عليها بالطماطمية كبيرة وبصلاية كبيرة وورق لورا والفلفل بتاعي والملح. يعني حطي توابل الشوربة والمنكهات اللي انت متعودة تحطيها. لو عندك جزر بقى حطي جزرة فريش. انا ما كانش عندي جزر فريش، كان عندي جزر في الفريزر، طلعت منه شوية وحطيت. وحطي مرقة الدجاج بتاعتك. بس كده زي الفل. شوحي بقى فيها كده، وتكوني محضرة المية المغلية، ما تحطيش مية باردة. نزلت بيها. بس كده. هحط حلة بقى على النار وهنزل فيها بمعلقتين سمنة، وصينية هنزل فيها بمعلقة سمنة وحبة زيت. هحط هنا كمية بصل مش كبيرة، حوالي بصلاية صغيرة مفرومة أو بصلاية وسط. وفي الصينية هحط باقي البصل، حوالي 3-4 بصلات. هنزل معاه في الحلة هنا ب2 فلفل سبايسي، ده اختياري، وبالطماطم بتاعتي معصورة مصفية. في الصينية هنزل برضو بفلفل سبايسي متقطع والطماطم بتاعتي، وهحط شوية سكر حوالي معلقتين كبار، والملح والكمون والكزبرة الناشفة. يعني احط توابل المحشي. تمام كده. حطيت كمان على الطماطم بتاعة الطبيخ، حطيت معلقة سكر كبيرة. وجربي وما تقلقيش خالص. وحطي الفلفل الأسمر والملح بتاعك. وهنا هنزل بحوالي ربع كيلو كوسة، مقطعاها سمك مش رفيع قوي عشان ما تتهريش. بس كده. هنا كانت الصلصة معايا اتسبكت بتاعة المحشي، بقت جميلة جدا. فصلت المادة الدهنية عن الطماطم. هاخد منها هنا حوالي 4 معالق. دي هبقى ازود عليها الشوربة واسقي المحشي. هنا بقى هزود الكوسة كبشتين شوربة كده وهتغلي وهطفي عليها. حطيت خضرة المحشي، الشبت والكزبرة وبقدونس من كل حاجة رابطة. الخلطة جميلة جدا ولونها جميل ومسكرة قوي تحفة. اللهم بارك. حطيت هنا في الصينية قلب الكوسة، انا بحب احطه تحت الكوسة، وعليه بصلاية بملح وفلفل كده دعكاه كويس وحطها على قلب الكوسة. هحشي هنا معايا الكوسة. انا كان عندي حوالي نص كيلو كوسة مش كتير، وكان عندي شوية ورق عنب مش كتير. هيعملوا صينية صغيرة كده حلوة، اللي ما ياكلش طبيخ طبعا ياكل من المحشي. بس كده زي الفل. هكمل بقى الكمية ونسقي المحشي ونسويه. هنا بعد ما عملت الكمية كلها، انا حسيت ان الصينية صغيرة على الكوسة والورق العنب، فنقلت الكوسة لوحدها في صينية، والورق العنب وورق الخس مع بعض. هنا حطيت بقى التخديعة اللي انا كنت شايلها لوحدها، حطيتها في شوية شوربة وسقيت بيها المحشي. انا بحب احط في الورق العنب فصوص توم، بس صراحه ما قدرتش او ما لحقتش يعني افصص توم اكتر من كده. لما بيبقى اكتر من كده بيبقى حلو قوي. هنا هعمل شويه ملوخيه ناشفه بس زي السكر. هنا كان المحشي معانا جاهز. عسل عسل عسل. طيب قوي قوي ومسكر وجميل جدا. والثوم عامل زي الزبده. بتحطي بقى فص الثوم كده مع صباع المحشي وبتاكليه، والكوسه طلعت سكر سكر. وهنا الكوسه المحشية دهنتها طماطم بحتة سمنة وحطيتها تحت الشواية، خدت لون. كانت جميلة جدا. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.